السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم هو الحلقة الثانية على اللغة الفرنسية. كنت شرحت لكم الأهمية ديال اللغة الفرنسية، كنت دويت لكم مزيان على الفرنسي وعلاش انت تحتاج انك تتعلمها وهادشي كامل. دونك بغيتك ترجع لهاد الفيديوهات بجوج تفرج فيهم، لين في الديسكريبسيون ولا دخل لاشين شوف اخر جوج فيديوهات تفرج فيهم ورجع كمل معنا هاد الفيديو. دونك في هذا الفيديو غنشرح لكم كيفاش غتعلموا فرونسي، كيفاش في واحد الوقت اللي قصير تتعلم فرونسي بالطريقه الصحيحه. دونك غنختصر عليك الحياه ديال 12 سنه 12 سنه وانت كتعلم فرونسي وما تعلمتيهاش من راسك. دونك انا غنختصرها عليك في واحد الوقت اللي قل بزاف من ديك 12 سنه. دونك كيفاش هادشي كامل وكيفاش، دونك تبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر ونشرح لك كيفاش تقدر دير هادشي كامل. دونك دير معك واحد اللايك، تابونا وفعل زر الجرس ويلا نبداو. ليتس جو. اللي خصك تعرف هو هادشي اللي غنقول لك دابا، ما تطبقوش غير على اللغه الفرنسيه وانما طبقوا على اي لغه في العالم. يعني بهاد الطريقه اللي غنعطيك تقدر تتعلم اي لغه في العالم في واحد الوقت اللي قصير بزاف. هذه اول حاجه. دونك كيفاش غنبدا نتعلم هاد الفرنسي مثلا؟ شوف، اول حاجه اللي خصك ديرها هي خص ضروري يكون عندك واحد لوبجيكتيف اللي غيحركك، اللي غيخليك تنوض انك تتعلم ديك اللغه. هاد لوبجيكتيف كيف ما كان المهم يكون واحد لوبجيكتيف اللي غيخليك تنوض تتعلم هاد اللغه. مثلا انا جيت قلت لك اخويا شوف راه السنه الجايه غتمشي لفرنسا، دونك كنعطيك فيزا فرنسا تمشي لفرنسا، انا متاكد بلي غتمشي غتعلم في الفرنسي. علاش؟ حيت عندك واحد لوبجيكتيف اللي كبير بزاف ولا غيخليك انك تتعلم هاد اللغه. وفاش غتكون مرايح جالس ما كدير والو غتقول اجي نوض نتعلم فرنسي. علاش؟ حيت راه غادي فرنسا دونك كنحتاج انني نتعلم فرنسي. واخا دونك هذا اول حاجه. انت من طبيعه الحال ما غادي لفرنسا، ما غادي حتى شي بلاصه، دونك انا نشرح لك ونعطيك دي زوبجيكتيف اللي غيخليوك انك تنوض تخدم. اول حاجه قرايه كتحتاج فرونسي. دونك بطبيعه الحال اللي كنتي دابا مثلا كتقرا في مع اعدادي ثانوي جامعه، دونك انت مضطر انك تتعلم فرونسي. وهادشي ديجا شرحته في الفيديوهات اللي فاتوا، حيت الا ما كاينش فرونسي ما عندك والو. دونك ولا بد تعلم فرونسي محدك في المغرب، حيت ماشي بالضروره خصك تمشي لفرنسا عاد تعلم فرونسي. محدك في المغرب راه حتى هي خصك تعلم فرونسي وكثر من فرنسا عاد. دونك للاسف. دونك هادو باغمي لي زوبجيكتيف اللي خصهم يكونوا عندك. دونك حاول تلقى شي حاجه اللي فريمون تخليك انك تتعلم هاد اللغه. ونعاودها تاني، هاد الشيء اللي غنعطيكم طبقوه على اي لغه، طبقوه على اللونجلي، على الشلحه، على اليابانيه، على الشينويه، نامبورط كي لونغ. اوكي نكملوا. دونك دابا عندك واحد لوبجيكتيف اللي زوين اللي غيخليك انك تنوض تحرك كلشي. دونك هنايا غتبدا تعلم في هاد اللغه. الغلط اللي كيديروه الناس كاملين هو كيبدا يتعلم وكيبدا يدخل في مساله الكونجيكيزون التخربيق، كيمل ما كيعجبوش الحال، كيرجع للور وما كيدير حتى شي حاجه. شوف انا غنعطيكم لاستيش الطريقه باش تقدر انك تتعلم بواحد الوقت اللي قصير وفي نفس الوقت داكشي غيكون زوين بزاف واي حاجه تعلمتيها غتلصق ليك في راسك. شوف اول حاجه بغيتك تشد واحد الشهر. الشهر شنو غدير فيه؟ الشهر ما غتعلم فيه والو. كيفاش نتعلم انا فرنسي ونتعلم والو؟ كي درتي ليها اسمعني مزيان. شوف نسمي هاد الفتره ولا هاد الشهر هادي واحد الفتره تمهيديه. كيفاش تمهيديه؟ اسمعني اشنو غدير. تحاول توجد راسك لواحد اللغه اللي جايه في الطريق اللي خصو يتعلمها. دونك دماغك خصو يعرف، فهمتيني؟ دونك مثلا بحال داركم كتلقى الضياف جايين، كدوي مع الوالده راه جايين ضياف. دونك اشنو غدير الوالده؟ بطبيعه الحال غتبدا توجد الدار كدا، غتخمم تجمع الدار. علاش؟ باش فاش يجيو داك الضياف يلقاو الدار في واحد النقيه زوينه كلشي. هكا عقلك جاي الضيف، واحد الضيف شكون هو اللغه الفرنسيه. دونك خويهم بلاصتهم فين يريحوا، خويهم الصالون. دونك شنو غدير؟ غتبدا تخمم دماغك وغتبدا توجد البلاصه فين غيريحوا. دونك كي غدير لهادشي
شوف اسمعني، اول حاجه بغيتك كيف ما قلت لك عندك اوبجيكتيف زوين، دونك غتبدا تانتريسا بالفرنسي ولا باي لغه انت غتعلمها، دونك تانتريسا بها. اشنو غدير؟ اول حاجه نبداوها بالهاتف ديالك بس هكذا، تقلب ديك لانون اللي انت خدام بها ولا اللي انت باغيها. مثلا فرنسي غتشد التليفون ديالك تقلبو فرنسي، غتشد بيسي فرنسي، المهم كلشي يرجع فرنسي. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه تحاول ان تفرج. مثلا شوف نعطيك واحد الحاجه زوينه، هو مثلا انت عزيز عليك شي فيلم ولا عزيز عليك شي سيريا، ولا مثلا عزيز عليك شي انيمي ولا داك الانيم ولا داك الفيلم ولا داك الشيء اللي عزيز تفرج فيه، حاول انك تقلب ليه على فيرسيون فرنسي بطبيعه الحال غتلقى. دونك تقلب عليه مدبلج، ماشي كتابه من التحت بفرنسي، لا قلب على النطق بالفرنسي، يعني مدبلج ماشي مترجم. مور ما غتلقى ديك الرسوم ولا ديك الفيلم ولا داك الشيء تحاول تفرج فيه عادي، غتبدا تفرج وانا متاكد بلي غتانتريسا مزيان الفرنسي. علاش؟ حيت ربطتيها بواحد الحاجه اللي عزيزه عليك، دونك هنا غتكون ربطتي ديك اللغه بواحد الحاجه اللي عزيزه عليك، وهنايا غتبدا تقبلها مزيان. ثاني حاجه بغيتك انك قبل ما تنعس تحاول تفرج في بودكاست، تفرج شي فيلم شي سيريا فرنسي، تفرج في شي حاجه بحال هكا ديال الفرنسي. يعني غتحاول تفرج مثلا في شي سيريا فرنسي، تفرج في مختار شي حاجه اللي فرنسي اللي غتفرج فيها فرنسي. ماشي مشكل ان تكون ترجمه، ولكن ضروري النطق يكون بفرنسي. يعني قلب على شي حاجه اللي تكون مدبلجه بفرنسيه، ماشي سيريا فرنسي وعندك الترجمه بعربيه من التحت. دونك هنا تحاول تبدا تفرج. دونك هنا عقلك شنو غيدير؟ غيبدا ياكسبت هاد اللغه بلا ما يحس، ما تبقاش كتكرهها لديك الدرجه اللي ديك الدرجه الكبيره، فانما هنا غتبدا تبغي ديك لا لونغ وغتبدا فهمتي عقلك كيرطاب معاها وغيبدا فهمتي مره غير تلقاه خدا شي كلمه من هنا خدا شي كلمه من هنا. دونك هنايا من بعد ما تحول حياتك كامله ترجع كدور على ديك اللغه، تليفونك كتقلبو بديك لا لونغ، تقدر انك كيف ما قلت لكم قلب على شي انيم ولا شي حاجه اللي انت عزيزه عليك وترجمها، قلب على الدبلجه ديالها بالفرنسي، تفرج في سيريا فرنسي، حاول تسمع اغاني بالفرنسي. دونك هادشي كامل انا الهدف ديالي ماشي هو اللي غيعلمك فرنسي، لا، حتى هذا هو الغلط اللي غتمشي تقلب هادشي اللي غتلقى في يوتيوب يقول لك شوف تفرج في افلام تفرج في كذا غتعلم. لا، الافلام ولا الاغاني ولا داكشي كامل هما مجرد تمهيد، هما اللي كيحاولوا انهم ينظفوا لك الدار اللي فاش غتجي فرنسي غتانستالا فيها وهي مرتاحه. يعني ديك الاغاني وديك الشيء كيخليوك انك تاكسبتي ديك اللغه، كيخليو ان ديك اللغه تدخل بسلاسه وما تعنكش. هذا هو البلان. دونك انت فاش غتولي كتبغي اغاني باللغه الفرنسيه، غتولي كتسمع الفرنسي، غتولي تفرج فرنسي، دونك هنا شنو عقلك غي اكسبتي هاد اللغه هذه اللي ما كانش كيحملها في واحد الوقت، وهنايا ديك النظره ديالك على ديك اللغه غتبدل. شنو هي الفتره اللي هاد الفتره التمهيديه هذه اشنا هي؟ زعما شحال المده ديالها غتاخد شهر كامل. شو ما بغيتك تتعلم، ما بغيتك دير حتى شي حاجه، ديرها طبق هادشي قبل ما تنعس. ضروري تفرج شي بودكاست ولا كيما قلت لك شي سيريا فرنسي ولا شي حاجه، تمزك فرنسي باغي ما تاخد تليفونك داكشي كامل فرنسي، تحاول كيف ما قلت لك قلب على شي حاجه اللي انت عزيزه عليك وربطها بديك اللغه. دونك هنا غدوز هاد الشهر كامل غتلقى باللي النظره ديالك لهاد اللغه تبدلات. حاول تاخد شهر كامل، دونك الا كنتي مزروب ولا شي حاجه، ولكن من الاحسن انك تتعلم بشويه عليك. دونك الشهر كامل كيف ما قلت لك صافي تعلمتي، داز كلشي مزيان، كلشي على ما يرام، كلشي واجد باش نقدروا نتعلموا دابا اللغه الفرنسيه. هنا غيجي الدور ديالك يا صديقي. داك لوبجيكتيف اللي كنتي ديجا حاطو هنا فين غيبان واش فريمون داك لوبجيكتيف واحد لوبجيكتيف اللي واعر اللي يخليك انك تنوض تخدم، ولا شي اوبجيكتيف اللي عادي. دونك من بعد كيف ما قلت لكم ما يدوز هاد الشهر، شنو هي اول حاجه غديرها؟ غتحاول كل نهار، وحتى هذه مده ديال شهر، كل نهار غتحاول تاخذ واحد المود معين. اشنو كتقول؟ شوف مثلا تاخذ النهار الاول مثلا نديرو مثلا كره،
المود اللي اختاريته هو الكرة بغيتك تعرف كاع داكشي اللي كيتعلق بالكرة باللغة الفرنسية، مثلا الملعب سي لو تيران، مثلا المدرب شنو سميتو بالفرنسي، اللاعبين بين كلشي. دونك هنايا عرفتي مزيان، خديتي معلومات على ديك المود المعين اللي نقدروا كيتسمى بالفرنسي كيتسمى شون ليكسيكال. دونك شون ليكسيكال هو واحد لو شون اللي كيكونوا عندي بزاف ديال الكلمات اللي كيكونوا غاديين في نفس السياق وغاديين في نفس الموضوع اللي هادشي اللي غنطبقوا دابا. دونك دابا خديت يا خويا ديك الباغاج في الصباح، عرفتي داكشي كيفاش وحاول ديما تركز ليا على الكتابه وفي نفس الوقت كيفاش داكشي كيتقرا، ما تبقاش تركز ليا غير على القرايه وتنسى ليا الكتابه. ضروري ورقه وستيلو، داكشي اللي تعلمتيه كتبو. علاش؟ حيت راه تحتاج انك تكتب، راه اي لغه راه ماشي هي النطق ولكن حتى الكتابه، حتى الكتابه تخلي ان المعلومه تلصق لك في دماغك مزيان. دونك دابا سيدي واجد، دونك خديت المود، عرفت كلمات، عقلت على بعض الكلمات، شنو غندير من بعد؟ بغيتك تمشي نهار كامل ديالك تشوف داير فيه ما بغيتي دير. اجي العشيه قبل ما تنعس بواحد 2 سوايع غتبدا تبريباري. اشنو غتبريباري؟ داكشي اللي ديجا وجدتيه في الصباح اللي هو داك المود. مي بغيتك هاد المره تكون انت واحد الاستاذ ولا واحد الدري اللي غيحاول انه يشرح لواحد الشخص اللي ما فاهم على داك المود اللي اختاريتيه حتى شي حاجه. كيفاش ما فهمناش؟ شوف، دخل بيتك هتسد عليك، اختاريتي مثلا كورة، تخيل باللي مريح معك واحد الشخص مثلا خوك الصغير ولا كذا اللي ما كيعرف على الكورة والو، وغتبدا تشرح ليه على هاد الكورة اشنو غتقول ليه، ولكن من طبيعة الحال بالفرنسي. علاش؟ حيت ديجا انت خديتي كلمات باللغة الفرنسية على داك المود اللي غدوي عليه دابا. مثلا تقول ليه راه كورة راه مهمة بزاف، وهي عبارة عن واحد الرياضة جماعية فيها بزاف ديال كيكون مثلا فيها 11 لاعب، عندي الحارس، عندي المهاجم، عندي المدافع. هادشي كامل غتبدا تحاول تشرحه، ولكن غتشرحه باللغة الفرنسية. دونك هنايا غتبدا تدوي على هاد اللغة، تشرح. كان عندك شي خوك صغير ريح وحدك وبدا تشرح ليه، كنتي بوحدك صافي تخيل بلي راه مريح معك شي واحد وتبدا تدوي ليه على هذا الموضوع. دونك هنا غتبدا تبدا تهضر حاجه ما فهمتيهاش جوجل تراديكسيون دوي. علاش؟ حيت اكثر حاجه اللي غتخليك تعلم اي لغه هو التطبيق. راه الا ما طبقتيش داكشي اللي كتعلمو راه ما يلصقش في دماغك، حيت الدماغ كيعترف بحاجه وحده اللي هو التطبيقي ماشي النظري. حيت اي حاجه نظريه بالنسبه ليه ماشي مهمه، ولكن هو كيعقل على اي حاجه شافها بعينيه، شي حاجه اللي قاصها، شي حاجه اللي لمسها. علاش كتلقى باللي كتعقل بزاف على حياتك، على مثلا كتلقى مثلا فيلم كتعقل ليه على كلشي، ولكن الدرس ما غتعقلش عليه. علاش؟ حيت داك الدرس كيبقى غير نظري، ولكن داك الفيلم تطبيقي، هذا الفيلم شفتيه بعينيك، شفتي هذا مني بكى وشفتي هذا وسمعتيه مني غوت وكلشي. دونك هادشي اللي دماغك كيعترف به. دونك حنا غنخاطبوا هذا الجانب من الدماغ. غتحاول انك تعلم فرنسي بهذه الطريقه هذه. تاخذ هذا المود وتبدا تدوي عليه. ما فهمتي شي حاجه جوجل تراديكسيون كاينه، عاوتاني بدا وجد راسك داك 2 سوايع حاول تستغلها الماكسيموم بوسيبل في انك تدوي. هنا دماغك كيبدا يتطلق. النهار الاول خديتي مثلا مود الكره، النهار الثاني مثلا غدوي على التعليم، مثلا على المدرسه، عاوتاني كوا مثلا التعليم، شنو هي التعليم، شنو هي المدرسه، سي ليكول، البروفيسور، عندي كذا، عندي لو ديريكتور، عندي كذا. تحاول تجمع باجاج على هذا المود. العشيه دوي عليه، في الصباح جمع باجاج، العشيه داكشي اللي جمعتي حاول تطبقه. دونك تخيل عاوتاني كيف ما قلت لك انك واحد الشخص كدوي مع واحد الشخص اللي ما عارف على المدرسه حتى شي حاجه، وغتبدا تشرح ليه خويا راه ليكول كدا سي تري امبورطون كدا، وتبدا تدوي ليه. هنايا انا متاكد باللي اي كلمه نطقتيها ولا كدا غتعقل عليها. دونك ادوز مده ديالاش غتبقى على هذا الحال مده ديال شهر اخر. ولكن ما تنساش قبل ما تنعس ديما راك كتفرج تليفونك وداكشي كامل اون فرونسي. دونك انت ديجا راك باقي محافظ على داكشي اللي درتيه في الشهر الاول. دونك دابا شحال وصلنا؟ شهرين. الشهر الاول تمهيدي، الشهر الثاني غتبدا تطبق بالطريقه اللي قلت لك. الشهر الثالث غطيح في واحد المشكل. اشنا هي؟ غطيح في واحد المشكل اللي انا بغيتك اصلا نطيح فيه، اللي هو الكونجيغيزون.
العقده هنايا. انت بلا ما غتحس غتبدا تقلب على الكونجيغيزون. علاش؟ حيت لو قريتها فاش انت غتبدا تريني في الاول وتبدا تدوي بفرونسي كذا، غتحتاج ان الكونجيغيزون باش تبدا تصرف دوك الافعال، غتحتاج كونجيغيزون باش تدوي. حيت كونجيغيزون راه حنايا في حياتنا في اي لغه تكون كونجيغيزون. اللهجه الدارجه راه فيها كونجيغيزون. راه مثلا كنجي كنقول البارح مشيت، راه ما كنقولش البارح غنمشي اضحك. راه هذا هو الكونجيغيزون فرونسي. خصك تترجم دوك الافعال تصرفهم في الوقت ديالهم المحدد. مثلا الا بغيت انا نقول مثلا في الدارجه كنقول شوف انا مشيت، دونك راه ديريكتومون غتعرفني بلي قلت لك راه البارح مشيت. ولكن الا قلت لك راه غنمشي غتعرفني بلي راه غدا ولا بعدو ولا كذا في المستقبل غنمشي. ولكن الا قلت لك انا ماشي، دونك دابا غندويو على البريزون، دونك دابا انت دابا غتمشي. دونك هذا هي الفرنسي. دونك هنا غتبدا تعرف كاينين ثلاثه: بريزون، لو فيتور، لو باسي. صافي حاول تترجم. دونك انت باش غطيح في هذه المشكله، دونك انت بلا ما غتحس تبدا تقلب على الكونجيغيزون. هادشي اللي بغيتك طيح فيه. هاد الشهر الثاني بغيتك تعطيه الكونجيغيزون. هاد الشهر ديما خليك في داك البلان ديالك، كتاخذ مود كتبدا تدوي عليه، ولكن هاد المره حاول تصحح لراسك الكونجيغيزون. يعني غتحاول تقلب الكونجيغيزون مزيان وبلا ما تحمق فاش تبقى بيسكو بارفي كونديسيونيل بريزون كونديسيونيل زعتر. داكشي كامل ما تحمقش فيه راسك. حاول تقلب على البريزون، فيتور، لو باسي. هادو قلب عليهم على السامبل. اوكي، فاش غتبدا تتعلم هادو هنا غتلقى راسك انك بديتي كتصرف الافعال وبديتي كدوي بكونجيغيزون بلا ما تحس. وهادشي اللي بغيتك طيح فيه. دونك من بعد هاد الشهر الثالث انا متاكد بلي غتكون واجد وخديتي، انا متاكد مليون في المية، واحد 4 سنين ديال داكشي اللي درتيه في القرايه. ديك 4 سنين اللي درتيها في قرايه اللي قراوها لك في المدرسه تجمعوا انت في 3 شهور. وقسما بالله العلي العظيم وطبق هادشي اللي قلت لك، غتختصر 4 سنين ديال القرايه في مده ديال 3 شهور. ولكن المواظبه، راه ما تبقاش اليوم غتبقى تقرا ودوز واحد 3 ايام ولا واحد 4 ايام عاد باش تقرا. بالعكس داكشي خصو يكون اجور كل نهار اخويا. علاش؟ خلي لراسك واحد النهار ولا يومين الراحه، عاوتاني بدا نهار يومين الراحه. مثلا السبت واحد ما تقراش، الايام الاخرى اقرا. وانا متاكد بلي الا طبقتي هادشي كامل والله تتعلم فرنسي في اقل وقت ممكن. ممكن يجيك 3 شهور ولا شهرين اللي صعيبه، ولكن راه حتى شي حاجه. وفي 3 شهور راه ما نكذبش عليك ونقول لك راه تولي كتعرف فرنسي، لا. ولكن كيف ما قلت لك غتختصر عليك واحد 4 سنين ديال المدرسه. مور ما غدوز داك 3 شهور شنو غيطرى ليا هنايا؟ مور ما غدوز داك 3 شهور صديقي، هنايا غتكون واجد باش انك انت تتعلم. دونك هنايا يسالي الدور ديالي، انا عطيتك الطريق، بينت لك فين غتمشي، شرحت لك، عطيتك لي زاستوس اللي غيخليوك فريمون تشد فرونسي. دونك هنايا غيجي الدور ديالك، واش انت واعر ولا واحد الشخص اللي فاشل. الا كنتي واحد الشخص اللي واعر، مور ما غتسالي داك 3 شهور غتكمل بنفس الطاقه، وهنايا غتبدا تقلب على الباجاج. هنايا غتبدا تتعلم، هنايا غتبدا تطبق بزاف ديال الحوايجات. باغي من النصائح اللي نقدر نزيدهم ليك مور ما تسالي داك 3 شهور، حاول انك تقلب على مواقع اللي تقدر تدوي فيهم مع الاجانب. مثلا ما عرفتش كاين بزاف ديال المواقع بدون داك الاسماء اللي تقدر انك تلاقى بهم مع ناس اللي فريمون كيدويو فرنسي، مع فرنسيين مثلا. دونك فاش غتلاقى مع دوك الناس تحاول تبراكتيسي داكشي اللي تعلمتيه. يعني كل مثلا واحد مثلا عرفتش كل واحد يومين في السيمانه تحاول تدخل ديك مثلا داك المواقع اللي غيلاقيوك مع ناس اللي غرباء، وتحاول شنو دير، تحاول تدوي معاهم. هنايا كتبقى تبراكتيسي، تحاول تدوي مع داك الاجانب اللي غيسهلوا عليك مزيان الفرنسي ويخليوك انك ديفلوبي وتبدا تختصر عليك الوقت. دونك كتبقى على هذا الحال. بالنسبه لكل شخص التعلم ديالو لواحد اللغه باش يوصل لواحد النيفو ديال راه ما كاينش نيفو 100% في اللغه، حيت ديما كاينين كلمات، كاينين حوايج اللي ما كتكونش عارفهم، ولكن كتكون كاينه نسبه ديال 50، كاينه 60، كاين 70، كاين حتى 80. دونك المخير كتلقى عنده واحد 80% ديال الفرنسي، هذاك اللي كيدوي فرنسي واعر، وتبقى ديك 20% ديك الحوايج اللي ديجا هو ما عارفهمش على ديك اللغه. دونك هادشي اللي نقدر نقول لك صديقي.
كنتمنى نكون فتك، كنتمنى تكون سمعتيني مزيان مزيان مزيان، وكنتمنى تطبق هادشي اللي قلت لك، وقسما بالله العلي العظيم تتعلم اي لغه في هذا الكون. شنو خصك الديسيبلين. ديسيبلين يا حبيبي، ركز مزيان وان شاء الله وبحول الله غتعلم اي لغه في هذا العالم. وتهلا ونتلاقاو في فيديو جديد. دير معاك واحد اللايك، الله ينعل الشيطان، دير صاحبي ديك اللايك، تابونا، فعل زر الجرس. يلا خو تهلاو.